اهلا بمتابعيني، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده فيديو جميل جدا جدا، بس اتمنى منكم ان انتوا تدعموني وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس على الكل وتحطوا لي لايك. هنعمل مع بعض كيكه الجيلي. قد ايه هي جميله متناسقه كده وشكلها جميل ولونها كمان حلو قوي. تنفع في اعياد الميلاد، هتعجب جدا للاطفال وتشجعهم كمان ان هم ياكلوها. بجد جميله جدا. تابعي الخطوات بس ان شاء الله وهتطلع معاكي جميلة جدا زي ما انت شايفة، ومش مكلفة خالص. احنا هنعملها بكيكة اقتصادية وبس. احنا هنشتري الجيلي من كيس جيلي بصي من بره، بس هي صراحة مش مكلفة، مش هتكلفك كتير. انا هقولك المقادير ان شاء الله تكون بس عندك احنا هنشتري حاجات بسيطة من بره، وان شاء الله تطلع معاكي جميلة بالشكل ده. وتقدري كمان ان انت تعملي جيلي اي نوع من اللي انت بتحبيه، ممكن مانجا، ممكن اناناس، اي حاجة. في طبعا اطعمة كتير من الجيلي، بس كيكة الفراولة كده بيبقى شكلها جميل جدا جدا. وحاطين كمان قطعة من الفراولة جوه. يلا بقى نشوف المقادير معانا ايه. صلى على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام ونسمي الله. المقادير معانا عبارة عن كوباية من الزبادي. الزبادي بيبقى محسن كده طبيعي للكيكة. ومعايا بيضاية متوسطة وكيس فانيليا. ومعايا هنا حوالي تلت كوباية من الخل، وكوباية الا ربع من الزيت، وكوباية سكر، ومعايا كوبايتين دقيق، وكيس بيكنج باودر او كيك شيف. دي المكونات معايا، بسيطة جدا وسهلة وسريعة ان شاء الله. ومعايا كمان باكو اللي هو دريم، اللي هو جيلي بالفراولة. عايزة تغيري الجيلي تخليه بالمانجا او اي طعم بتحبيه مفيش مشكلة. حطينا الخل وحطينا الزيت والسكر، وهنحط كمان علبة الزبادي، ونحط البيضة، ونحط كيس الفانيليا. دي المواد السائلة كلها اللي احنا هنحطها مع بعضها نضربها في الخلاط. يعني كيكة مفيش ابسط من كده، كل حاجة في الخلاط. حطينا بقى كيس البيكنج باودر على الدقيق، كوبايتين دقيق ويكونوا منخولين كويس. هنقلب ده كله بقى مع بعضه بالشكل ده. انا مش حاطه لبن ولا حاطه ميه، انا بس استكفيت بعلبة الزبادي اللي انا حطيتها. ادي قوام الكيكة معايا. هنجيب بقى القالب بتاعنا، هندهنه كده دهنة من الزيت. وطبعا نكون مولعين الفرن اول ما نبدأ ان احنا نعمل الكيكة معانا. لازم ندخل الكيكة على فرن ساخن. بعد كده رشيت رشة دقيق ونفض وشيلت دقيق الزيادة. هدخلها بقى على درجة حرارة 180 لمدة نص ساعة. وفي افران بتقعد معاها 25 دقيقة، فانتي بعد ال25 دقيقة تختبريها بالخلة او بالسكينة كده، لقيتيها الكيكة استوت خلاص على كده. هنعمل بقى الجيلي. حطيت كوباية مية سخنة وهحط الكيس اللي هو البودر. هنقلبها كويس جدا، وبعد كده هنضيف عليها كوباية من المية العادية، مية من الحنفية عادي. هنقلبهم كويس. طلعت الكيكة اهي، هشيلها بقى من القالب بتاعها. كيكة طرية وجميلة، شايفين؟ هنسيبها بقى على جنب لحد ما نعمل الجيلي معانا. هنعمله خطوات كده سهلة ان شاء الله عشان تطلع معاكي نفس الكيكة اللي وريتها لك في اول الفيديو. غسلت القالب، بعد كده جبت السائل بتاع الجيلي. هحط حوالي 5-6 معالق من الجيلي في قلب القالب. بعد كده هدخله التلاجة. بعد ما يجمد الجيلي اللي انا حطيته في الاول هطلعه. احط الفراولة اللي انا مقطعاها نصين، واخلي الاحمر من تحت زي ما انتوا شايفين. عايزه تقطعيها مربعات صغيره قطعيها، عايزه تقطعيها انصاص كده زي ما انا مقطعاها مفيش مشكله، على حسب الشكل اللي انتي عايزاه. بعد كده هنحط الجيلي من فوق، وهنسيب شويه في الطبق في البوله، وهقول لكم هنعمل بيهم ايه. زي ما انتوا شايفين كده طلعت جامده وجميله، والفراوله في الجيلي من جوه. طبعا انا حطيتها في التلاجة جمدت. بعد كده جبت الكيكة معايا حطيتها في القالب تاني فوق الجيلي. وبعد كده هنجيب بقية الشوية اللي احنا سيبناهم في البولة. هما بالشكل ده، ولا هما سايحين قوي ولا هما يعني جامدين.
هنحطهم بقى ما بين الحروف كده من جوه، ما بين الصينية بتاعتنا او القالب بتاعنا والكيكة، ومن بره برضو من الحروف، عشان لما تيجي تقلبي الكيكة يبقى الحروف بتاعة الكيكة من الجوانب يبقى فيها جيلي. يعني الحركة دي علشان خاطر الجوانب بتاعتها هيكون فيها جيلي. بسرعة بقى تعملي الخطوة دي بسرعة، عشان الكيكة مش عايزينها تشرب الجيلي. تعملي الخطوة دي بسرعة وتدخليها التلاجة. احنا مش عايزينها تمسك يعني تشرب الجيلي، عايزين نعمل الخطوة دي بسرعة ونروح مدخلينها في التلاجة. وبعد كده هنخرجها، هتكون طبعا الجيلي مسك فيها من الجنب. طيب انا عايزة اخرجها بقى بكل سهولة وما تتكسرش مني ولا تتقطع مني ولا الكلام ده. هنجيب صينية يكون فيها مية سخنة او مية مغلية، تمام، وهنحط القالب ده، هنعد من 1 ل5، وبعد كده هنقلبها بالشكل ده. هتطلع معاكي بالجمال والحلاوة اللي انتوا شايفينها، بجد شكلها تحفة، شكلها جميل. نقدر نعمل بقى اي فاكهة احنا بنحبها، نقطع فيها ممكن تشكيلة كده من الفاكهة، هتحبها جدا الأطفال. قد ايه هي طرية، قد ايه طعمها حلو. كل محبين طبعا الجيلي هيحبوا الكيكة دي. يا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه، وشكرا لكم جدا.